بنبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل اليوم قصة خلق آدم وحواء في الجنة، وما ذكرناه في عنوان الحلقة. ذكرنا في الجزء السابق من نفس الموضوع أن إبليس شاط واحترق غرورا وعجبا بنفسه واستعلاء على الخلق قبل أن يخلق الله آدم، فحدثته نفسه بأنه أعلى من كل الخلق وأنه أعبد خلق الله وأعلاهم مقاما ومكانة، إلى أن عجبته نفسه غرورا وظن أنه إله بعد الله تبارك وتعالى، فتكبر عند ذلك على أمر الله له بالعمل الصالح في حياة البشرية التي جعل الله له فيها أسباب وأمور وتكاليف ليبتليه، فينظر كيف عمله وعبادته وطاعته لله تبارك وتعالى. فأحس إبليس اللعين بالكبر غرورا إن هو عمل في معاونة البشر أو إرشاد آدم للحق والخير لإعمار الحياة وللقيام بدوره فيها طاعة لأمر الله وابتغاء مرضات الله عز وجل. فاستنكر وأبى واستكبر وكفر بأمر الله له. قال أنا خير منه. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال أأسجد لمن خلقت طينا. وعند ذلك أبى أن يخضع ويطيع أمر الله تبارك وتعالى، وأقسم على معصية الله وأصر على إغواء آدم واحتناك ذريته، وأقسم على إضلالهم بدلا من أن يرشدهم للحق وأن يجعلهم أجمعين يكفرون بالله ولا يشكرون. وهنالك لعنه الله وأبعده وأخرجه من مقامات أولياء الله المكرمين المقربين من عرش الرحمن، فأهبط من الدرجات العلى للمقربين لله تبارك وتعالى للمؤمنين المتقين، والله هو العزيز القهار. وذكر الله تعالى لآدم وبنيه كل قصة إبليس ما سبق منها وما كان في حياة البشرية، فحكى لهم قصته وروايته. عند ذلك قال تبارك وتعالى: قال اهبط منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اهبط منها، كان هذا الأمر قبل أن يخلق الله آدم أو قبل أن يدخل آدم الجنة. كان هذا الهبوط لإبليس قبل أن يسكن آدم وزوجه الجنة بسياق القرآن. هبط إبليس في هذا الأمر وحده ولعنه الله لأنه كان أول من عصى الله من خلق الله. قال فاهبط منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلى أن يقول ربنا تبارك وتعالى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم قال تبارك وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فهنا نفهم أن خروج وهبوط وطرد ولعنة إبليس من رحمة الله تبارك وتعالى كانت لمعصيته أمر الله تبارك وتعالى بالسجود والخضوع لآدم، وهبوطه هنا كان من هبوط مقامات المكرمين عند الله، أصحاب مقامات القربى من رحمة الله، أصحاب الدرجات العلى من الحنفاء المؤمنين المخلصين لله تبارك وتعالى. فليس هبوط من الجنة التي في السماء فلم يدخلها، ولا حتى من جنة المأوى في الأرض،
فالجنة في القرآن جنتان: جنة الخلد وهي التي تكون بعد يوم القيامة، وجنة المأوى وهي في الأرض. فلم يكن يسكنها ولا سكنها آدم بعد، عندما قال تبارك وتعالى لإبليس اللعين: اخرج منها، اهبط منها. لم تكن قد وقعت بعد معصية آدم. لما أهبط الله إبليس ولعنه، بعدها قال تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ملحوظة: القرآن بيصرح إن خلق آدم ابتداء كان في الأرض وليس في السماء. قبل أن يخلق الله آدم، من قبل الخلقة أساسا، من لدن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يسويه وينفخ فيه من روحه عز وجل. فخلق الله تبارك وتعالى آدم من الأرض، ومن سلالة من طين الأرض خلقه الله منها، وفيها جعل حياته، وخلق من آدم زوجه في الأرض. وكانت خلقة زوج آدم قبل أن يدخل الجنة ويؤمر بسكناها. كانت في السياق القرآني أن الله تبارك وتعالى عندما أسجد الملائكة لآدم بعد أن سواه ونفخ فيه من روحه، لم تكن حواء موجودة، ولكن عندما قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هنا كانت حواء موجودة قبل الدخول. فأوجدهما الله تبارك وتعالى قبل دخول الجنة زوجين، فالوقت بينهما في علم أيام الله. لم يذكر القرآن فارقا زمنيا، لا تلميحا ولا تصريحا بين خلقة آدم وخلقة حواء. ولم يذكر القرآن أن آدم سكن الجنة وحده ولا دخلها إلا ومعه زوجة، ولا سكنها إلا ومعه زوجة. والله على كل شيء قدير، وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. كان بعد موقف سجود الملائكة طاعة لله لآدم، وما كان من قصة الملعون الرجيم، أن أمر الله تبارك وتعالى آدم بقوله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة، فأمره هو وزوجه بسكن الجنة، جنة المأوى في الأرض، وفيها بيت الله أو عندها بيت الله الذي بنته الملائكة بأمر الله من قبل آدم. فسكن آدم في جنة عند بيت الله المحرم. حسب كل الروايات الأمر مجمع عليه أن البيت وجد قبل أن يخلق آدم، وطافت به الملائكة والجان من عباد الله تبارك وتعالى. أمر آدم أول ما أمر عندما دخل الجنة وأهبط إلى الجنة، أو أسكنه الله تبارك وتعالى الجنة، أمر أن يتمم أو يبني بيت الله. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. فأمر الله تبارك وتعالى آدم أن يتمم بناء بيت الله الحرام في بكة هدى للعالمين. قول الله تبارك وتعالى: الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أن هذا البيت كان هدى للعالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة، يعني ما الإنسان والجن المسلم المؤمن بالله تبارك وتعالى الطائع والملائكة. قوله للعالمين يجمع بين الإنس والجن والملائكة،
فالبيت في الأرض من قبل آدم، وحجته الملائكة والجان من قبل آدم حسب كل الروايات. فدخل آدم وزوجه الجنة وسكن فيها بأمر الله سويا ابتداء، فلم يسكن آدم الجنة وحده ولم يشعر فيها بالوحدة ولا كما تروي الروايات. مما سبق نعلم أن حواء أوجدها الله خلقا من آدم، من نفس آدم، وخلقت قبل أن يسكن آدم الجنة، فلم يسكنها وحده ولم يؤمر بسكناها وحده، ولكن قال تبارك وتعالى: اسكن أنت وزوجك، ولم يكن في يوم فيها وحده من البداية. فكيف خلقت حواء من آدم؟ الموضوع ده جدلي جدا، وسبحان الخلاق العليم. الخلق جعله الله تبارك وتعالى إما أن يصوره الله تبارك وتعالى، وإما من أصلاب الرجال، من نطفة الرجال، ثم جعل النسل من سلالة من ماء مهين، خلقكم من تراب ثم من نطفة، ليس بين ذلك الخلق خلقا، وليس سوى ذلك الخلق خلقا إلا إذا شاء الله أمره. فكيف خلق الله تبارك وتعالى يعني حواء، المصطلح على ذلك الاسم، كيف خلق الله تبارك وتعالى زوج آدم من ضلع أعوج؟ هذا الأمر ليس في الإسلام ولا من الإسلام إلا في الروايات، ولكن القرآن لا يقول ذلك. القرآن يقول أن خلقة البشر سببها الأساسي إما أن يصورها الله تبارك وتعالى في هيئة الطين بالصلصال والفخار، وذلك كان خلق آدم، وإما أن يكون خلقا من خلق، من نفس الخلق، من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فالخلق الأول آدم، والجعل كان لحواء من آدم. فلا بد أن يكون من أصلاب الرجال ومن النطفة. كيفية ذلك ميكانيكيا أو كيف حدث ذلك لله الأمر، والله تبارك وتعالى كما قلنا هو الخلاق العليم سبحانه، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولكن إذا كان الإنسان اليوم بعدما وصل به من علوم وتكنولوجيات استطاع عمل استخلاص لنطفة من مني يمنى من الرجل ووضعها في حضانات، واستطاع كذلك صنع أرحام صناعية بالكامل توفر كل أسباب الحياة لنطفة الرجل فيما يعرف بأطفال الأنابيب، ثم ينقلونها جنينا حيا إلى أرحام صناعية بالكامل لفترة الحمل بالكامل 9 أشهر كاملة، بدون الحاجة لأرحام بشرية أو أنثى بشرية أو امرأة. فاستطاع الإنسان نفسه أن يستعين بالأدوات الميكانيكية ويوفر نفس الظروف التي توفرها الأرحام البشرية، فأنتج ذلك إنسانا بإذن الله خلقا سويا وكاملا. والله فوق كل أولئكم قدير. ألا يخلق الله من نفس آدم زوجها بلا أرحام ولا يستطع ما استطاعه الإنسان؟ عجيب أمر هذا الإنسان حتى أن يذهب بخيالاته إلى خلق من ضلع وخلق من فخذ وخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد من القرآن أنه آدم وزوجه
خلق وذكر قبل الأمر بسكنى الجنة. أمر آدم وزوجه بدخول الجنة سوية وليس وحده، كما تذكر الروايات على أنه استوحش في الجنة فنام فخلقت من ضلعه الأعوج، فذلك يخالف صريح القرآن. فقد خلقت زوج آدم أوجدها الله منه، جعلها منها بعد نفخ روح آدم في خلقته الأولى كإنسان بجسم بشري سوي حيا بقول الله تبارك وتعالى وأمره كن فكان. خلقت حواء وأوجدت ما بين الأمر بالسجود للملائكة وما كان من إبليس اللعين، وبين الأمر بسكنى الجنة. كان هذا اليوم ما بين السجود والأمر بسكنى الجنة هو وقت لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم مقداره إلا الله عز وجل، ولكن الشاهد أنها خلقت قبل أن تدخل الجنة وقبل أن يسكن في الجنة، والأمر صدر لكلاهما بلا تقربا هذه الشجرة. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقربا هذه الشجرة بالمثنى فتكونا بالمثنى من الظالمين. وأمر كذلك بدخول الجنة، وكان كل الأوامر صادرة إلى آدم. كل ما قال تبارك وتعالى من أمر أو تنبيه كان موجه إلى آدم نفسه. فلما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أن أكل من الشجرة اهبطا منها في هذه الآية بالمثنى، يتحدث الله تبارك وتعالى عن إبليس وآدم. وأهبطوا، وقال تبارك وتعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقال اهبطوا منها جميعا. هذا الهبوط ليس هبوط من جنة السماء جنة الخلد، فلم يدخلها ولن يدخلها إنسان قبل يوم القيامة، ولكن كذلك هو هبوط من مقام الولاية والإكرام والمعية والطاعة الطاهرة من معصية الله تبارك وتعالى. هبوط من درجات المتقين إلى درجات التائبين، فهو هبوط من مقامات ودرجات الولاية إلى مقامات أدنى. وفي القرآن أمثلة عديدة للخروج من الظلمات والهبوط من خشية الله وكذا. الشاهد الثاني أن آدم هو المخاطب دائما والمكلف والقوام على الأمر في كل الآيات، فهو المعني والملام بالمعصية، وهو المخاطب في قوله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى. فآدم هو الذي وقع عليه القول بالمعصية دون زوجه، وغالب الآيات لا تخاطب زوجه، تخاطب آدم، ذلك بالرغم من أنها كانت معنية في الأمر والنهي عن الأكل من الشجرة، ومخاطبة بالجمع بقوله تبارك وتعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، كلها بالمثنى. إذا نهاهما ربهما عن تلكما الشجرة، فكانت معنية بالأمر ابتداء
قال تبارك وتعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فلا يذكر كذلك القرآن أن الشيطان انفرد بالوسوسة إلا لآدم، ففي مقام قال ربنا: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فانفرد هنا بالوسوسة لآدم، ولكن عندما وسوس إلى حواء لم ينفرد بها. قال تبارك وتعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين. فلا يذكر القرآن أن الشيطان وسوس لها منفردا ولا انفرد بالوسوسة لحواء أبدا، بل وسوس وانفرد بالوسوسة لآدم. وعندما جاء القول بالوسوسة لحواء قال لهما سويا، وسوس لهما سويا، فليس كما تقول الإسرائيليات أن الشيطان لما يئس من آدم ابتداء وسوس لها فأغوت آدم ووسوست إليه وظلت به حتى أغوته وكانت سببا في ذلك. فحتى إن كان ذلك فليس عذرا لآدم، ولكن بصريح القرآن قال تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أرجع الله تبارك وتعالى العلة في الأمر أن آدم نسي العهد، وليس أن حواء هي التي ظلت به إلى أن أغوته. قال تبارك وتعالى: عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وفي مقام آخر قال تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى. ولكنها كذلك وقعت مع آدم في المعصية فأكلا منها فلما ذاقا فكلاهما عصى. أكلت وذاقت معه من الشجرة المنهي عنها في القرآن، فلا تقع بالرغم من ذلك عليها أسباب المعصية رغم وقوعها في المعصية، ولكن لا تتحمل السبب في المعصية. في كتاب الله تبارك وتعالى لا تقع عليها تلك الأسباب في الجنة دون آدم. لم يثبت في القرآن الذي قالوا بأنها هي السبب وظلت تلح عليه حتى أزلته على تذوق المعصية. القرآن يذكر أن السبب كان نسيان آدم وعدم وجود عزم له، وحتى في حالة أن كان الأمر من سبب الزن والإلحاح من حواء على آدم، وذلك غير ثابت في القرآن، والقرآن أثبت غيره ولا دليل عليها. فلو افترضنا وقوع ذلك الأمر على تلك الشاكلة كذلك هو أمر جدلي، افتراض جدلي، كذلك يكون آدم هو المسؤول، فلا عذر له بإلحاحها عليه، فهو المخاطب بالنهي والمعاهد بالعهد، وقد تم تحذيره بقول الله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. حذره الله تبارك وتعالى من عدوه مسبقا،
قال تبارك وتعالى: عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هنا فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فالأمر كان في المعصية شراكة، وكان في الحياة في الجنة قبل المعصية لا دليل على أن حواء هي التي أزلت آدم، ولكن الله تبارك وتعالى قال: أزلهما الشيطان عنها ودلاهما بغرور. فلا دليل على أن يتحمل أحد الذنب وحده. فإذا كنا كما قال ربنا تبارك وتعالى يقع المسؤولية الأساسية على القوام وهو آدم. وإلى هنا نكون قد بينا وقد ذكرنا فيما سبق كيف كانت النشأة الأولى من سياقات السرد القرآني، كيف بدأت حياة البشر الإنساني في عالم الذر والأنفس، وأشهدهم الله تبارك وتعالى بعد أن خلقهم من تراب، أشهدهم خلقهم من أصلاب آبائهم، ثم جمعهم وأخذ منهم الميثاق وأخذ منهم عهد الله بعبادة الله وحده لا شريك له. أخذ منهم الميثاق والعهد جميعا، وذلك قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى آدم في البدن والجسد الدنيوي. كان ذلك في عالم الذر قبل اصطفاء آدم وخلقه من تراب الأرض. وكذلك كيف خلق الله تبارك وتعالى آدم من تراب وماء وطين وصلصال من حمأ مسنون وصلصال كالفخار، وسواه الله تبارك وتعالى بشرا سويا ونفخ فيه من روحه فبعثه حيا، فأحيا الله آدم الإنسان الأول، اصطفاه من خلقه جعله أول البشر بجسده البشري حيا. وذكرنا كيفية العرض على الملائكة للسجود وما معنى السجود، وذكرنا كيف كانت المعصية الأولى معصية أول مخلوق عصى الله تبارك وتعالى في كونه وفي أمره، ذلك الإبليس الرجيم. وكل ذلك كان في الأرض، لقول الله تبارك وتعالى ابتداء: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تبارك وتعالى: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقوله تبارك وتعالى على ذلك بعد العلم: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وأن عليه النشأة الأخرى. فالبشر كلهم جميعا خلق من قبل الدنيا وشاهدوا خلقهم وعاهدوا الله تبارك وتعالى، ومن ثم أماتهم الله، توفاهم الله بالموتة الأولى. فكل من لم يخلق بعد وقد علمه الله في علمه أنه سيأتي هذه الدنيا من أولادنا وأحفادنا، هم اليوم عند الله تبارك وتعالى في برازخ أموات ما قبل الحياة، هم اليوم موتى وليس غير موجودين، ليسوا لا شيء، فاللا شيء لا يقال عليه ميتا.
ولكن البشر توفاهم الله بالموتة الأولى، فكل من لم يأتي الدنيا بعد إلى يوم القيامة ومن لم يولد بعده هو في علم الله موجود في ما يعلم الله من مكان وزمان، ولكن في عالم الأموات. وذلك ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم بعد أن أحياكم في هذه الحياة الدنيا يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن كنتم أمواتا، لم يقل الله تبارك وتعالى كنتم لا شيء، فالأموات هم شيء موجود ولكن لا حياة فيه. كنتم أمواتا في علم الله، أماتنا الله تبارك وتعالى بعد النشأة الأولى والخلقة الأولى، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. الأجل الأول هو أجل موعد إحياء كل نفس في زمانها ومكانها، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الأجل المسمى هو أجل الموت والحساب. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى عن أهل العذاب في الآخرة: قالوا ربنا أمتنا اثنتين. أمتنا اثنتين يلزم ليميتهم الله تبارك وتعالى اثنتين أن يكونوا قبل هذه الموتتين أحياء، فكان حيا ابتداء يوم خلقه الله أول مرة، ثم أماته الله موتتين: موتة بعد الخلق الأول وموتة بعد البعث في الحياة الدنيا. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. كذلك هو قول ربنا تبارك وتعالى: كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهذا فيه شواهد كثيرة في سياقات القرآن. فبعد أول خلقة شهدتم عليها، والله تبارك وتعالى هو الذي يخلقكم، ثم شهدتم خلقكم وشهدتم على أنفسكم، كان أن أماتكم الله موتة ثم بعثكم في هذه الحياة الدنيا ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقلنا أن الله أسكن آدم في الجنة في الأرض وخلقه من الأرض، وكانت تلك الجنة عند البيت المحرم في أرض الله في البقعة المباركة من الشجرة، عندها جنة المأوى. فأين هي تلك الأرض المباركة وما تلك الشجرة المباركة؟ أين كان الوادي الذي أنزل فيه آدم؟ أين كان الوادي الذي قال عنه إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، البيت الذي بوأ الله تبارك وتعالى مكانه للخليل عليه السلام. فأين تلك الجنة التي آوى إليها آدم وزوجه وسكناها وأكلا منها رغدا عمرا، ومن ثم نسي آدم النهي عن الشجرة الملعونة فنسي ولم نجد له عزما، عند ذلك أزلهما الشيطان عنها وأضلهما فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهو قول ربنا تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهو قول ربنا في سورة الأعراف على لسان آدم وزوجه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون
ومنها تخرجون. إلى هنا نكون قد انتهينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا نرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ونرى الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا إلى الحق بإذنه، يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ولا يخزينا يوم الدين. اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي لنا واهدي إلينا، واجعلنا للمتقين هدى، واجعلنا علما لمن اهتدى. سبحانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. على القلب والوطن